الجلسة برعاية كادلاك اللي بيفكروا بطريقة أيقونية عن المستقبل والماضي والحاضر. مجلة هيا اللي هي مجلة إقليمية كانت دائما تريد تطوير المرأة ومساعدتها للوصول لأفضل وأحسن مكان وحيز ليها. أظن كلمة ايكونيك أو أيقونة يعني حاجة يمكن كل أحد يطمح لها، بس بالنسبة لي إني أنا يمكن كل يوم أتحدى نفسي وأركز على أنا إيش بسوي ويكون عندي tunnel vision. أنا أؤمن إنه الإنسان لما يكون هو يقدر ينجز، يقدر يتحدى نفسه، يقدر يسوي أشياء مرة كتير. إنسان يعني ايكونيك أو الأيقونة هي نتيجة، هي ما هي شيء إحنا بنمارسه أو بنسعى له، هي نتيجة بنوصل لها من خلال ممارستنا لعملنا أو لتحقيق أهدافنا أو للوصول لذواتنا الحقيقية. كلمة ايكونيك بالنسبة لي تخوفني شوية، لأنها فيها مسؤولية كبيرة جدا. الواحد عشان يكون ايكونيك معناها هو مثل يحتذى به. أول تحدي لأي إنسان هو نفسه، هو الحواجز والحجب اللي بيحطها لنفسه أو نظرته لنفسه أنه ما يقدر. تعريف بالأوبرا، أو أنه يعني نعرف الجمهور السعودي عن إيش هي الأوبرا. يعني challenges كانت من نواحي مختلفة كتير. يعني يمكن أول ما رجعت السعودية قبل 13-14 سنة ما كان أحد يمكن مستوعب كتير إيش الانتيريور ديزاينر يعمل. أكتر صعوبة بتواجهني ألين الآن إنه أنا أولادي دايما تعرف حتى إحساس الذنب هذه دايما، لأنه أنا تقريبا أشتغل 24 ساعة في اليوم. فيمكن هذه من أكتر الصعوبات اللي واجهتها ولسه بتواجهني. نصيحتي إنه ما تخلوا المعتاد هو اللي يحدكم، في عندنا فرص لأشياء جديدة. يعرفوا أو يعني حتى أنا تعلمته يمكن إنه الكرياتيفيتي ما هي حاجة أنت تتولدي بيها، هي حاجة لازم أنت تغذيها وتشتغلي عليها وتتحدي نفسك فيها كتير. فعمر الواحد ما يوقف يتعلم، مش عشان أنا السوشيال ميديا الآن دورها جدا 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 مهم، إنه الواحد يظهر، يطلع شغله، يوري الناس الإبداع حقه. السوشيال ميديا لو استخدمناها بطرق صحيحة توصلنا لأماكن صحيحة والأماكن بعيدة.